يا صباح الهنا على عيونكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة جيدة وحال جيد. النهارده بقى انا جايبه لكم 7 حاجات لو عملتوهم هتبقوا اشخاص ودودين جدا، وهتبقوا كمان اشخاص محبوبين جدا لدى الناس. يعني ايه؟ يعني مثلا لما في ناس كده لما بتشوفهم بتقول ايه، تصدق الشخص ده يتحب كده من اول نظرة. هو عنده كاريزمته كده، اللي هي موجود فيه الحاجات او بعض الحاجات اللي انا هقولها، اللي هي ايه بقى؟ اولا لازم تكون على وشك ابتسامة غير متكلفة وغير متصنعة، ابتسامة عادية اللي هي دي، تبتسم بس. ليه بقى؟ لان اللي قدامك بيحس بطمأنينة كده ان اللي جواك خير، مش شخص متصنع. لان اللي جوه بيبان على الوش، بيبان على اللي بره. فطبيعي ان لما يشوفك الابتسامة دي على وشك دايما، فانت شخص بسوم كده، مش شخص كشري وكئيب حاجة كده بومة يعني. ده اولا. ثانيا، ان انت تكون ودود مع الناس. يعني ايه ودود؟ يعني مثلا تسأل عن الناس اللي تعرفهم واللي ما تعرفهمش، مش لازم هم يسألوا عشان انت تبدأ بالسؤال. يعني مثلا مامتك تيجي تقولك ما تسألي على بنت خالتك النهارده، دي ما جاتش، دي ما سألتش، مش عارفه إيه. يا ماما يوه، ما هي ما بتسألش. يا حبيبتي انتي عاملي بأصلك مش بأصل غيرك. يعني انتي اسألي عليها حتى لو هي ما سألتش، ما هو محدش عارف ظروف الناس ايه. انتي ظروفك تسمح تسألي، اسألي. ظروفك تسمح تسأل على شخص مثلا بقاله فترة ما سألش عليك، اسأل عليه. ما هو محدش عارف ظروفه. اللي ظروفه تسمح بالسؤال على التاني يسأل. ده هيجعلك شخص محبوب مع الناس، ومش شرط مع الأقارب بس أو ناس تعرفهم. مثلا جارك كنت بتشوفه مثلا بقاله كام يوم بيطلع في البلكونة، وبعد كده لقيته مبقاش يظهر. طب ما اروح كده اشوف هو في ايه، ما يمكن لا قدر الله في حاجة حصلت له ولا اي حاجة. اروح اسأل عليه يمكن محتاج حاجة. ليه ما بقاش يطلع زي الاول؟ خصوصا لو كبير في السن. ده ثانيا، لازم نكون اشخاص ودوديين، الود. ثالثا بقى، لازم نكون شاكرين لعمل الناس اللي قدامنا. يعني دايما كلمة شكرا دي ما تفرقناش، حتى لو الحد ده المفروض ان هو واجب عليه ان هو يعمل كده. يعني حد جه مثلا حط لك، يا زي مامتك مثلا او مامتك، تيجي تحط لكم مثلا الاكل قدامكم طبعا، وانتي مكبره دماغك وانت مكبر دماغك وجايين من الجامعه طبعا هلكانين وزهقانين، ويا عيني طول النهار تعبانه. مفيش كلمه شكرا يا ماما تسلم ايديكي. هو انت بتاكل وده واجب عليكي اصلا يا ماما، وانت بتقولي ايه؟ لا يا حبيبتي، هو مش واجب. هو حاجه هي بتعملها لكم عشان هي حباكوا، فبتطلع الحب ده في حاجات بتساعدكم بيها، تساعدكم بيها وتساعدكم بيها. فطبيعي ان انتوا مثلا لما تلاقوا حاجه زي كده او تعمل لكم حاجه حلوه ماما او اي شخص، تقوموا قايلين ايه؟ شكرا يا ماما بجد، تسلم ايديكي، تسلم ايديكي، احنا تعبينك معانا. مش متخيلين الكلمه دي هتعمل فيها ايه. مش متخيل انت ذات نفسك هتبقى مبسوط قد ايه ان انت راضيتها. كذلك بقى طبقوها على بقيه الاشخاص. لما نيجي نطلب حاجه من حد، ودي رابعا، الاستئذان. لازم يكون عندك الاستئذان، مش مثلا داخل على حد الأوضة تقوم ضارب الباب كده برجليك وداخل. ده الطبيعي، ناس كتير قوي بتعمله. لا طبعا، في حاجة اسمها خصوصية، في حاجة ان انا لازم استأذن. مفيش حاجة اسمها ان انا ادخل كده بهمجية. كل شخص ليه خصوصيته، ما ينفعش ان احنا نقتحمها كده مرة واحدة. لازم نستأذن، ولازم العبارات دي تبقى في لساننا دايما. دي حاجة لينا، اللي هي بعد اذنك لو سمحت من فضلك. يعني مثلا مثال صغير، مامتك قاعده جنبك او جنبك، تقول لها يا ماما ايه، هاتيلي الشنطه دي يا ماما من جنبك. مش بعيد تديك باي خداديه جنبيها، او تديكي باي خداديه جنبيها. طب انتي هتخسري ايه لو جيتي قلت لها ماما لو سمحتي بعد اذنك ممكن بس تناوليني الخداديه دي او تناوليني الشنطه دي؟ مش تخسري حاجه. لازم يكون عندنا الاستئذان، ده حاجه ضروريه جدا. تمام.
خامسا بقى، لازم يكون عندنا حتة ان احنا نسمع اكتر ما نتكلم. يعني مش هيجي شخص يقعد يتكلم معانا ويقعد مثلا يحكي عن اللي مضايقه واحنا نقوم مقاطعينه، او مثلا شخص بيتكلم معانا ويقول لك والله ده انا تعبان وزهقان، تقوم انت قايل له ايه بقى؟ والله ده انا اكتر منك، ده انا زهقان وتعبان وقرفان ومش عارفه وحصل. يا عم ده جاي يحكي لك، المفروض تسمعه، مش بقى تشتكي له. لازم تكون بتسمع اكتر ما تتكلم. اسمع منه للاخر عشان تعرف تديله النصيحة اللي ربنا يقدرك عليها، يمكن تفيده، يمكن يدعي لك ويجازيك ربنا خير عليها. طبعا عندنا سادس حاجة، لازم نهتم بالشخص اللي قدامنا. يعني لو حد جه اتكلم معانا وعايزنا في مشكلة او عايزنا في اي حاجة وقصدنا، نقوله لا معلش اصل انا مش فاضي دلوقتي، طب انا هجيلك كمان شوية، طب مش عارفة ايه. ما هو انت متعرفش هو محتاجك قد ايه. طبيعي يعني هو ممكن يكون محتاجك ضروري، او هو مش لاقي حد غيرك يتكلم معاه. فلازم تسمعه، لازم تقدره. كمان سابع حاجة، ان انت لازم تحافظ على صلاتك، لان ربنا لما بيحب حد بيحبب في عباده. في اشخاص كده بتلاقيهم بتقول ياه سبحان الله الشخص ده محبوب، في ناس كتير قوي بتحبه ومش عارفين ايه السبب. علشان ربنا بيحبه، بيوقف له دايما الخير، بيوقف له الناس الكويسه، بيوقف له الناس تحبه، عشان هو بيحب ربنا وبيؤدي كل الفروض اللي عليه من اذكار وصلاه وصوم زكاه، بيعمل كل اللي ربنا عايزه وبيحبه، فهو بيحب. يا رب جميعا كلنا كده نكون ربنا راضي عننا ويحبب فينا، يحبب الناس فينا، ونكون اشخاص بطريقتنا وباحترامنا. الناس كلها تتجبر ان هي تحترمنا، وما يكونش في ما بيننا وما بين حد اي عداوة، ويكون في ما بيننا كل حب وصدق واحترام يا رب. انا بتمنى لكم كل سعادة وتوفيق، يا رب يكون المعلومات اللي انا بقدمها لكم بتقدم لكم اي نصيحة حتى لو صغيرة بتفيدكم في حياتكم، وبتمنى ان انتوا تعملوا بيها حتى لو 1%. لو كل واحد بدأ بنفسه صدقوني الدنيا هتتغير كتير. انا بتمنى لكم السعادة من كل قلبي. اللي يشوف الفيديو اول مرة وعجبه ياريت يدوس على اشتراك ويفعل الجرس ويدوس لايك عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم بكرة. باي باي.